السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عواشركم بركة باش ما تمنيتو ان شاء الله. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله وباذنه. اليوم غنبعدو شويه على الكوزينه، غنعتنيو بشويه بالبشره ديالنا بالوجه ديالنا، يعني حتى هو نغديوه شويه ونتهلاو فيه شويه. على بركة الله غادي نصاوبو ان شاء الله باذنه. غنصاوبو الصابونه ديال المعدنوس، او البقدونس بالفصحى. يعني غنحتاجو اي صابونه نتوما يعني كتغسلوا بها، ماشي شرط ديروا هاد الصابونه اللي كندير انا كندير صابونه ديال الحلزونيه باش كنغسل يعني يوميا. نتوما اي صابونه كتغسلوا بها، يعني ماشي شرط يعني تخرجوا تاخذوا هاد الصابونه اللي كناخذ انايا، ولكن يعني اي صابونه كتغسلوا بها وجهكم، غير ما يكونش هذاك بطبيعه الحال الصابون السائل، ولا هي صابونه باش كتغسلوا يعني باش كتنظفوا وجهكم يوميا. معلقه تاع العسل، حبذا لو كان يعني العسل الحر غيكون من الاحسن، تكون يعني يكون العسل الحر، معلقه تاع العسل. نص زلافه ديال الماء ورد، جوج معالق ديال الحليب بودغ وما يسمى بالنيدو، جوج معالق ديال النشا او مايزينا، نص ربطه ديال المعدنوس اللي نقيناها بطبيعه الحال وغسلناها مزيان وسقطرناها من داك الماء. صافي هادشي اللي كنحتاجو. كناخدو داك المعدنوس ملي كما قلت لكم من بعد ما كنغسلوه ونقيوه كنديروه في الطحانه الكهربائيه مولينكس. كنديرو فيها، كنزيدو عليه داك الماء، كنطحنو مزيان يعني حتى يطحن لينا داك المعدنوس مزيان حتى نديرو الوريقات، وتيبقاو شي عويدات هكا صغار ماشي مشكل. المهم كنحيدو دوك الورقات ديالو، ما كنديروش من طبيعه الحال دوك العواد باش ما يجرحوناش البشره ديالنا وداكشي. واخا طحنو راه كيبقاو شويه حراشين، يقدروا يجرحوا لينا البشره ملي نكونوا كنغسلوها. صافي من بعد ما كناخدو هذاك، ملي كنطحنو داك المعدنوس مع داك الماورد. الماورد هو من الاحسن يكون زعما داك ديال القلعه ديال قلعه ما نكون راه زوين، يعني من الاحسن يعني ما زعما ما تكون شي حاجه اللي ماشي زوينه. كناخدو المعدنوس اللي طحنا مع الماورد، كنزيدو عليه داك الحليب، كنزيدو المايزينا والعسل بطبيعه الحال، وكنديرهم فوق البوطه، حتى نبقاو نحركو حتى تيعقد لينا داكشي. ما كنغفلوش عليها بحال شي كريمه، بحال كتصاوبوا شي كريمه بغيتي ديروها في شي طورطه ولا شي سميتو، يعني ما نغفلوش عليها، نبقاو كنحركوها حتى تتبان لينا راها عقدات ولات بحال الكريمه تقريبا. اذا غفلتو عليها راه غادي تحرق من التحت ونوليو شي ما درنا، يعني ما تصدقش لينا الوصفه كيبغينا. صافي سمحوا لي بعدا ملي كنزيدو ديك المواد كنحكو داك الصابونه، كنحكوها بشي حكاكه هكا عندكم رقيقه. صافي ملي كنحكوها هي اللي كنديروها فوق العافيه. صافي ملي تجمع لينا هذاك الخليط اللي تجمع لينا، كنديروه في هاد ليمول ديال السيليكون. نتوما ما عندكمش هاد ليمول، اي مول عندكم هير هو من احسن تكون يعني مفرغ، ما يمكنش ديروه في بلاصه واحده مجموعه، حيت هو صابون ماشي يعني غتبغيو تخرجوه تغسلوه به وتعاودوا تردوه، لا هما من الاحسن يكون مفرغ. يعني انا درت هذا ديال السيليكون، نتوما اي مول عندكم في الدار يعني كاين داك ديال البلاستيك العادي، ممكن ديروها في شي لعيبات هكايا شي حكيكات هكا صغيورين عندكم ديروهم فيهم وتحطوهم في الكونجيلاتور. يعني ماشي شرط هاد زعما اللي عندنا في الدار نقضيو به. المهم هو اننا نستعملوا الوصفه اللي الحاجه اللي عندنا في الدار احنا نعديو بها. يعني ماشي نقولوا ما عندناش ما نديروش تيكون عندنا ونقعدوا بليش. من الاحسن يعني نعديو بداكشي اللي عندنا في الدار. وكنظن ايضا راه فيها هاد الليمون ديال الحلوى، يعني ما دابا ولا كلشي عنده ليمون ديال الحلوى. صافي ملي كنعمروا هذاك المول ديال السيليكون، كنديروه في الثلاجه كيبات في الكونجيلاتور، ماشي لتحت في الكونجيلاتور تيبات. من بعد ما كيبات ليله في الكونجيلاتور، الغد ليه كنحيدو صافي ما كيجمد، كنحيدوه كنديروه في شي بلاستيك هكا ونسرحوه ونهزو الصويبينه صغيره، يعني وحيده صغيره باش غنبداو
نغسلو وجهنا، والاخر راه يبقى في الكونجيلاتور لانه ماشي بحال الصابون العادي، يعني بحال الصابون اللي كناخذو حيت اصلا هذاك فيه مواد كيماويه وداكشي حيت ماشي بيو. كتقدري تحطيه في البلاصه فين كنحط الصابون يعني ما كيذوب ما والو. اما الحاجه اللي هي بيو من طبيعه الحال غادي تذوب، ما فيها ما داخلينش فيها لي برودوي شيميك اللي غادي يوقفوها باش ما تذوب ما والو. يعني كتبقى شاده في راسها. هذا طبيعي كتغسل به تتخرج ديك الصويبينه صغيره هكاك تتغسلي بها، تقدر تغسلي بها يومين. مثلا غسلتي بها اليوم نديرها في الثلاجه، نديرها في شي حكايه كنديرها في الثلاجه لتحت، والاخرين راه بقاو عندي في الكونجيلاتور الفوق. ما يمكن يعني ماشي غنخرجوهم كاملين ونحطهم في شي بلاصه كاملين، لا غادي نخرجوا الصابونه اللي غادي نحكو بها وجهنا وصافي. تتسالي هذيك الصويبينه راه غتكون فيها هي يومين نغسلو بها اليوم غدا راه غادي تقادا. هانتوما شفتو كي تيجي في هذا ديالو راه رائع يعني غزال 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 عن التجربه. بالنسبه للناس اللي بشرتهم دهنيه تقدروا تستغنوا على هذا على الحليب. هو ما هو غير كيزيد الرطوبيه، يعني كيزيد يدم شويه البشره. اما بالنسبه اللي بشرتهم ميكس وجافه راه زوين ليهم. المواد كلها اللي في هاد سميتو في هاد الماسك يعني غزاله للبشره. اصلا المعدنوس كنشربوه كاع يعني كيحيد السموم من الذات وكيليق الكلاوي وكيليق بزاف د الحوايج. هذا المعدنوس يعني ما غيضرش لينا البشره. مايزينا حتى هي ممكن نديروها في لي ماسك الاخرين كيداروا في لي ماسك مع هذا مع الروز ومع بزاف د الحوايج حتى هي زوينه. والحليب راه كنشربوه كاع يعني ما غيضرش لينا البشره ديالنا. حتى بالنسبه لي بشرته حساسه راه ما يخافش منها. انا عندي من البشره، انا بشرتي من يعني البشره الحساسه ما يمكنش ليا ندير لها اي حاجه. ولكن هذا عن تجربه يعني زوين. عوض فاش نغسلو هكا بالصابون العادي وداكشي، هذا نغسلو بهذا منه مغذي للبشره ومنه كينقي البشره. يعني ماشي شي حاجه اللي غادي تضر لينا البشره. صافي ملي كنحيدو كيما شفتوا نتوما راه شفتوا كي تيجي غير حليوه في الخضر حلوه في الخضر. نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها. نتمنى ما تعكزوش عليها، لان بعض المرات انا نيت راه كنعكز على الوصفات ما كنديرهمش. غير يعني نحيدوا العكز ونعتنيو شويه بالبشره ديالنا. كي تنعتنيو بالماكله والمعده نحاولوا نعتنيو يعني بالبشره وبالشعر. يعني ما نغفلوش عليهم نقولوا حنا ما مساليينش لا صافي حتى من بعد. لا كيما كنعتنيو بماكلتنا نعتنيو بالبشره ديالنا. نتمنى تعجبكم ان شاء الله هذه الوصفه وتجربوها. ونتمنى اللي جديد في يعني اول مره كيشوف هذا الفيديو يعني يشترك يدير ابوني ولايك وكومونتير. نتمنى ما نكونش ثقيله عليكم. وان شاء الله هاد الحوايج اللي كنجرب راه ما كنديرش من غير تجربه، يعني حتى تنجرب في راسي هي اللي كنديرهم. ما يمكنش نعطي شي حاجه اللي انا ما جربتهاش او لا الحاجه اللي ممكن انا تضرني ولا ما نبغيهاش يعني تضر الناس اخرين. وسمحوا لي بزاف ونتمنى نهاركم يكون مبروك وتشاركوا في القناه. وشكرا بزاف للناس اللي كيتفاعلوا معها. شكرا لكم بزاف، نهاركم مبروك.